السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ولادي كانوا قاعدين بقى بالليل وبيذاكروا وجعانين، قالوا يا ماما عايزين اي اكله كده، اي اكله خفيفه. رحت دخلت دورت في التلاجة عندي، لقيت طبعا عندي لحمه وعندي البيض واللبن. قلنا نعمل الاكله دي. تعالوا مع بعضنا كده نشوف الاكله الجميله دي متكونه من ايه، المكونات بتاعتها. شفتوا الجمال بتاعها حبايبي؟ ما خدتش نص ساعه. بسم الله ما شاء الله الجمال بتاعها. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هننزل باللحمة، ما بحطش مادة دهنية، انا بنزل باللحمة عشان اللحمة بتاعتي فيها طبعا سمين، مش لازم بقى مادة دهنية عشان احنا عندنا زيت. في كوباية زيت عشان ما يبقاش دهون كتير. ننزل بقى بالبصلة، رشة فلفل، رشة ملح. البصلة خلاص كده حسيتها دبلت معايا اهي، هنزل بالفلفل. فلفل يدبل كده خلاص ونطفي عليه، ما بتاخدش وقت. اللحمه المعصجه 5 دقايق معصجتين. اللحمه بتاعتنا اتعصجت يا حبايبي. ننزل بالبضايه. المقادير بتاعتنا حبايبي: بصلتين متوسطين، جبنه رومي على موزاريلا، بقى الجبن طبعا بقيه المدارس بتاع المدارس، ربع كيلو لحمه مفرومه، فلفل الوان على فلفل اخضر، بضايه، كوبايه زيت اللي هي الكوبايه ال50 او نص كوبايه زيت، كوبايات العاديه، كوبايه حليب، علبه قشطه، علبه زبادي طبعا حتى لو عندك قشطه كده بتاع وش اللبن تمام، ربع معلقه شطه، نص معلقه بهارات 7 بهارات، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه ملح عشان انا الجبنه الرومي طبعا حادقه. وده المكون الاساسي بتاعنا. يلا بينا حبايبي بقى هنشوف المكون الاساسي بتاعنا ده ايه. ننزل بالحليب، كوبايه الزبادي، القشطه، وعندك قشطه بلدي ممكن معلقتين قشطه، الملح والفلفل، الشطه وال7 بهارات، كوبايه الزيت. كل المكونات بتاعتنا نضربها في قلب بعضيها. بصوا بقى يا حبايبي، والله انا لفه الجلاش دي بقى لها يجي 10 ايام في التلاجة. خدها كده تقطيع، انا الرخامه بتاعتي مش صبنه ونضيفه عشان كده انا بقطع عليها. بطبقه كده نشربها من الخلطه الجميله بتاعتنا دي بقى يا حبايبي. اللحمه بتاعتنا
نوزعها بقى على اللحمه عليها كلها كده حبايبي. كده تمام. شويه جبنه، ننزل بقى بقيه الكميه. نسويها كده، مش في حاجه كده طالعه ولا نازله. نشربها بقيه الخلطه بتاعتنا. عندي الفرن بقى مولعه بقالي بتاع 10 دقايق. انا بعمل في الفرن البلدي. ننزل لو في حاجه كده ولا كده في الجناب عشان تتشرب كلها. بقيه الجبن لو هتحطها في البوتاجاز على 180 حبايبي، وبعد كده نفتح عليها الشوايه. انا عشان في فرن العيش البلدي انا مولع عليها من بدري، بقالها بتاع 10 دقايق. هوطي من الجوانب واخليها شغاله من تحت نار متوسطه. الجلاش بتاعي يا حبايبي طريقه بنت القبايل، هتجربوها هيعجبكم. وبص الجمال بتاعه والطريان طري صراحه ربنا وجميل. المكونات بتاعته سهله وبسيطه. بص الجمال.